الشيخ الفريق المتقاعد صالح محمد الصباح رحمه الله، فارس من فرسان الجيش الكويتي النبلاء الذين ساهموا في بنائه وتطويره. ولد في عام 1931 وانضم إلى الجيش الكويتي في عام 1954 بعد عودته من بريطانيا، حيث أكمل هنالك دراسته العسكرية وتدريبه الميداني، وعين ضابطا لمعسكر الجيوان الجديد خارج أسوار المدينة. كان الشيخ صالح خير عون لرئيسه الشيخ مبارك العبد الله الجابر الصباح رحمه الله، الذي كان حينها يشكل النائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة. كان مؤمنا بأن الجيش هو مفتاح الأمن في الكويت، وقد شارك في صناعة القرار وعاصر أحداثا حافلة خلال عمله. عمل بجهد صادق لا يكل ولا يمل على أن تكون راية الجيش الكويتي خفاقة عاليا. اكتسب الشيخ صالح احترام كل من عرفه لأخلاقه العالية ومقدرته العسكرية، وكان أول قائد عسكري كويتي يحمل علم الكويت عندما شارك الجيش الكويتي بلواء اليرموك في القتال على الجبهة المصرية في حرب 1967 ميلادي. على الرغم من الحزم والصلابة في مواقفه وقراراته، إلا أنه كان عادلا بدون تفرقة، حكيما بدون تعسف، أمينا بلا حدود، قائما بواجباته ومسؤولياته بأقصى درجات الالتزام والإخلاص. كان وضوح قراراته وعشقه للعسكرية وحبه لوطنه ومواظبته على العمل في كل الظروف قد جعلت منه مشعلا يرى الجميع فيه النموذج العسكري الأمثل الذي تبني عليه الجيوش.